بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، هذا الحفل المهيب الجليل مضى من عمره 10 سنوات مباركات، طاب الشجر وأينع الثمر، ونسأل الله القبول وأن يتحقق على أرض القدس وفلسطين الأثر، وهو قريب إن شاء الله. نحن في قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، وعلى رأسها الأخ الحبيب أبو العبد إسماعيل هنية، فخورون باحتضان الأمة لنا، وبهذا الدفء وبهذا الإصرار على الشراكة معنا في معركة التحرير والعودة واستعادة القدس والأقصى ورفع سيف القدس. جزاكم الله عنا كل خير. شكر الله علماء الأمة وقياداتها وأعيانها الذين شكلوا هذا الائتلاف، ورمزهم اليوم فضيلة الشيخ همام سعيد، جزاه الله عنا وعن علماء الأمة وقادتها خير الجزاء. وجزا الله تركيا خيرا يا أستاذ حسن، وأنت تمثلها بقائدها رجب طيب أردوغان، الذي منح لأهل فلسطين ولشعوب الأمة سندا وأي سند. حفظ الله تركيا لشعبها، وحفظها الله لأمتها، وجعلها موئلا للمجاهدين وسندا للفاتحين. أيها الإخوة والأخوات، لولا هذا الإيمان العميق الذي يعمر صدورنا بأننا سنهزم إسرائيل وسنعود على أرض فلسطين محررين وفاتحين، ما صمدنا 70 عاما أو 100 عام. لكنه اليقين بوعد الله. القرآن زرع فينا روح الانتصار وأننا الأعلون، وزرع فينا اليقين بهزيمتنا لعدونا. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. هذا اليقين الذي زرعه القرآن فينا أعطانا هذه الطاقة التي لا تتوقف بفضل الله تعالى. والقرآن علمنا كيف يهزم مكر الله مكر الأعداء. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قالها حين حفظ الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة. وقال ربنا تعالى حين مكر كفار ثمود بسيدنا صالح: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية للمؤمنين وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. إنه وعد الله الذي لا يتخلف. هذا اليقين أننا إن شاء الله منتصرون على أعدائنا وأن مكر الله غالب. لكن ما دام هذا اليقين عامرا لدينا، كيف نترجمه إلى فعل
وعملا، لأن الله تعالى حين قال ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون أتبعها مباشرة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذن فشل الأعداء في تركيعنا مرتبط بأن نعد القوة. وقوله سبحانه وتعالى أيضا في سورة محمد ولو يشاء الله لانتصر منهم، ربنا قادر على هزيمتهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ما هذا البلاء؟ ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هذا هو الطريق. لذلك في هذا المؤتمر 12 بعد هذه السنوات العظيمة من عمر هذا الائتلاف الذي يقدم نفسه شريكا مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة مع حماس والقسام وجميع قوى المقاومة، هذا الائتلاف نؤكد في هذا المؤتمر على ترجمة هذه الروح وهذه الإرادة إلى خطوات محددة. الخطوة الأولى هو أن نبذل حدود استطاعتنا الكاملة ما استطعتم. تخيلوا كيف أن أهل فلسطين ما بذلوه من استطاعة في العقود الماضية حشر إسرائيل في الزاوية. يا أيها الإخوة والأخوات لا تستهينوا بما تصنعه الشعوب وإرادة المقاومة. هذا الكيان المسخ هزم جيوشا، هذا الكيان أذل دولا كبرى حتى الحلفاء في الولايات المتحدة بهدلهم، أذل رؤساءهم. هذا الكيان عربد في المنطقة لكنه اليوم محشور في الزاوية بفعل المقاومة وبمعركة سيف القدس بفضل الله تعالى. فتخيلوا أن هذه الاستطاعة الفلسطينية صنعت كل ذلك، فكيف حين نقدم الاستطاعة العربية والإسلامية؟ هذه أمة مباركة حين تقدم جهدها الحقيقي والله ستكون أيام هذا الكيان معدودة وسيرحل عن بلادنا قريبا. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. اليوم السلعة هي القدس والأقصى، فلنعد استطاعتنا الكاملة بكل أشكالها العسكرية والمالية والسياسية والجماهيرية. إذا أردنا أن ننخرط في المعركة من موقع الشراكة ونعجل لحظة الانتصار فعلينا أن نضاعف الإعداد وأن نبذل طاقتنا القصوى في معركة التحرير والعودة. لا ذنب لأحد، لا عذر لأحد أن يتقاعس، خاصة حين تقترب لحظة الفرج. لقد اقتربت لحظة النصر بإذن الله، موعود الله نراه. فعلينا إذن أن نسارع جهدنا وأن نرفع سقف طاقتنا في المعركة. الأمر الثاني مما يسهل هزيمة هذا الكيان أن نخوض المعركة معه على جبهات عدة. تعود هذا الكيان أن يخوض حروبا مباغتة وأن يحاول تركيز على جبهة ويحيد الجبهات الأخرى، إما مخادعة أو بسبب اتفاقاته التي صنعها في العقود الماضية. فلا تتركوا المعركة وحدها في القدس، ولا تتركوا المعركة وحدها في غزة. نعم، على أرض غزة رجال، وفي القدس وساحات الأقصى رجال، وفي الضفة وفي 48 وفي الشتات. شعبنا لن ينهزم، لن ينكسر. شعبنا قادر على هزيمة إسرائيل، لكن نريد منكم أن نشتت عدونا بخوض المعركة معه عبر جبهات عدة.
هذه استراتيجية مهمة. إن الصهاينة يغزون في إفريقيا، فماذا نفعل؟ على الأمة أن توجه طاقتها في ملاحقة إسرائيل في أفريقيا. اجعلوها لا تنام، اجعلوها تفشل، أربكوها، غيروا حساباتها. دعونا نربك إسرائيل في جبهات شتى. يا أهل جنوب شرق آسيا، في ماليزيا، في أندونيسيا، في باكستان، في كشمير، في الهند، في كل هذه الأرض، خوضوا معركة هذا الكيان لأنه عدو لكم. نريد أن نستنزفه في هذه الجبهات، في قلب هذه الأمة اللي البعض يسوق لنا التطبيع. علينا أن نفشله في التطبيع، وأن نلاحق علاقاته السياسية، وأن نلاحق مؤامراته على أمتنا، ويتآمر على الجميع، يتآمر على العرب والعجم، يتآمر على تركيا وعلى إيران وعلى بلادنا العربية والإسلامية، تآمر على القنبلة النووية الباكستانية، لكن الله أعان باكستان ففجرتها. نسأل الله تعالى أن يهزم هذا العدو. هذا عدو نريد أن نفتح له جبهة الغرب، أن نلاحقه في كل المحافل القانونية. تخيلوا لو أن جهود الأمة في بلادها وفي جالياتها سخرت في لحظة واحدة لخوض كل أشكال الجبهات مع الاحتلال، العسكرية والجماهيرية والسياسية والقانونية، وإدانته عبر كل المحافل. إذا كانت بريطانيا اليوم تكرر جريمتها بوضع حماس في جناحها السياسي على قائمة الإرهاب، أين رد فعل الأمة تجاه بريطانيا المجرمة التي تصر على جريمتها التاريخية منذ وعد بلفور اللي كان في هذا الشهر الذي غادرناه أول أمس؟ إذن من استراتيجية تعجيل النصر وحسم الصراع مع الكيان لنستعيد القدس والأقصى بإذن الله أن نخوض مع هذا الكيان المعركة بجبهاتها المتعددة، وأن نشتت تركيزه وطاقته، وأن نأتيه من فوقه ومن تحته ومن كل جوانبه، وعند ذلك سيحاط به وسيخرج من القدس والأقصى مدحورا مذموما بإذن الله تعالى. النقطة الثالثة إخواني وأخواتي، وهذا الائتلاف الذي يشرف بالقدس والأقصى. القدس كما قال إخواني جميعا، القدس عنوان الصراع، فلتكن هي عنواننا في كل معاركنا. أي اسم أعظم من هذا الاسم لنخوض المعارك تحت لوائه؟ إنها البركة والقداسة، إنها الأرض المتصلة بالسماء، إنها التاريخ، إنها الأرض المضمخة بالشهداء من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والمجاهدين والفاتحين. حين نخوض معركتنا تحت عنوان القدس فثم البركة والنصر الموعود بإذن الله تعالى. وكما قال أخونا العزيز الكبير أبو فادي الأستاذ منير شفيق، وقال نقطة مهمة البعض يستحيي منها، فماذا لو أن هذا العدو هو الذي يعلنها صراحة أنها حرب دينية؟ فلتكن كذلك. حين يستهدف أقصانا وقبلتنا الأولى ومسرى نبينا صلى الله عليه وسلم، وإخوانكم في قيادة الحركة استعرضوا في الأسابيع الماضية حجم المخطط الإسرائيلي الصهيوني لتهويد القدس واقتحامها وفرض الأمر الواقع بالتقسيم الزماني والمكاني، وهذه الصلوات اليوم سرا وغدا علنا. هذه خطوة خطيرة تحتاج إلى نقلة في إدارتنا للصراع مع الصهاينة. فليكن عنوان القدس حاضرا، ولتأخذ القدس من جهودنا ومن أموالنا ومن أبنائنا. ينبغي أن نعلم إسرائيل أنها حين تستفزنا في قلبنا
فثم عند ذلك كل التضحيات. لا نريد معركة فقط في غزة والقدس، نستطيع أن نواجه إسرائيل في كل ساحات العالم حين يتعرض أقصانا وقدسنا للخطر. هذه الرسالة الحقيقية التي تردع الكيان الصهيوني. هذا الائتلاف عظيم، نريد ائتلافا ميدانيا، نريد ائتلافا يغذي هذه البندقية التي وقفت في وجه إسرائيل. نريد هذا الائتلاف عبر ساحات الأمة أن يتحول إلى فعل مؤثر يهزم إسرائيل ويردعها ويعطي السند لأهلنا في القدس وفي غزة. غزة الحاضنة العظيمة للمقاومة أثقلتها 15 عاما من الحصار، فأيضا نريد أن نجدد خطوات كسر الحصار. اليوم إخوانكم في الشتات الفلسطيني يعملون على تجديد حملات كسر الحصار عن غزة، ومن منبر هذا الائتلاف أدعوكم إلى تجديد هذه الجهود العظيمة عبر البحر والبر وعبر الجو. الأمة مبدعة، نستطيع أن نفعل الكثير. هذه غزة التي نفخر بها بمقاومتها وكتائبها تستحق منا أن نقرر اليوم في أقل من عام ينبغي أن نكسر الحصار عن غزة. هذه القدس عنواننا وفخرنا، تستحق أن نقول هذا العام، عام 2022 الذي سنتركه بعد أيام، سيكون عاما فاصلا في مستقبل القدس والأقصى بإذن الله. الإرادة تصنع الكثير. هذه فلسطين بكل تجلياتها وبركتها. إخواني أخواتي، في مثل هذا المقام إن شاء الله نستجمع إيماننا ورجولتنا ونخوتنا وعشقنا للأرض وللوطن وإيماننا العظيم بربنا ورغبتنا أن نستشهد على أرض فلسطين، وأن يسجل التاريخ أن لكل منا بصمة عظيمة. كل قطر سيفتخر إن شاء الله في القريب القادم أن له بصمة في تحرير فلسطين، كما الأكراد بالأمس سمعتهم يفتخرون أن صلاح الدين ابنهم قد حرر القدس وفلسطين. إن شاء الله نجتمع على الأرض المباركة عما قريب مهللين منتصرين فاتحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.